أهلا يا ولاد يا حلوين، أنا جدكم حكيم وجيت لكم النهاردة بحكاية جديدة فيها حكمة هتخلي قلوبكم منورة. يلا اقعدوا حواليا ونسمع الحكاية مع بعض. في يوم من الأيام كان في ولد اسمه سيف. سيف كان راجع من المدرسة، ولما عدى من الشارع اللي جنب بيته شاف كلب شكله غريب جدا، لونه أسود وعينه بتلمع، وواقف سكت قدام باب جارهم. سيف خاف جدا وجرى على البيت وقال لمامته: ماما، في كلب مرعب عند باب الجيران، شكله شرير. مامة سيف قالت له: يا سيف، ما تحكمش على الشكل بس، يمكن يكون طيب. لكن سيف ما اقتنعش، وبقى كل يوم لما يشوف الكلب يستخبى أو يلف من شارع تاني. وفي يوم وهو راجع من المدرسة رجله تلوت ووقع في الأرض، ومفيش حد في الشارع غير الكلب. وفجأة الكلب جري عليه، وسيف افتكر إن كده خلاص أكيد الكلب هيعضه. لكن الكلب فضل يلحس إيده وينبح نباح صغير كأنه بيطمنه، وراح جاب شنطته من الأرض. في اللحظة دي جارهم طلع من البيت وقال: ده بونو، أطيب كلب في الدنيا وبيعرف يساعد الناس. سيف اتكسف وقال: أنا كنت غلطان، افتكرتك شرير عشان شكلك، بس الحقيقة إنك طيب جدا. ومن اليوم ده بقى سيف وبونو أصحاب، وكل يوم بيرجعوا من المدرسة سوا. يا ولاد، عمرنا ما نحكم على حد من شكله أو أول نظرة، لازم نعرف الحقيقة قبل ما نقول رأينا. وخلصت حكايتنا يا ولاد. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان تتابعوا كل الحكايات الجديدة. أنا جدكم حكيم وبحبكم كلكم من قلبي.